بص، انا هخش لكم في الموضوع على طول عشان الفيديو ده هتطلعوا منه بحاجه مفيده جدا ورساله قويه قوي. بعد السلام عليكم طبعا، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كان في راجل غني جدا، والراجل ده كان عنده مزارع ومباني ومصانع، ومن ضمن الحاجات اللي عنده كان عنده في البيت بتاعه اسطبل خيل. الاسطبل الخيل ده كان شغال فيه راجل كلاف، يعني راجل بيراعي الخيل وبيحط لهم اكل وبينظف لهم ومش عارفه ايه والكلام ده. طبعا انتوا عارفين الشخصيه دي من الناس بتكون عامله ازاي وبتكون بتتعب قد ايه. ففي يوم من الايام كان نازل الراجل الغني ده، داخل على الراجل ده وهو شغال في المكان بتاعه في الاسطبل بتاع الخيل، فلقاه بيفحر في الارض وبيطلع لفه كده فيها ورق. فلما لقاه بيطلع اللفه دي فقعد يتفرج عليه ويشوفه هيعمل ايه. لقاه بيطلع اكل. الاكل ده كان عباره عن حاجه كده زي الفسيخ او الرنجه او الملوحه، الحاجات اللي هي الاسماك اللي بتبقى متملحه دي. وطبعا الراجل الغني ده بيعشق الاكل اللي من النوع ده، لكن الدكتور منعه منه لانه لو كله هيحصل له مضاعفات وبتاع، والمعده بقى وتعبان ومش هينفع ياكله. فقال للراجل ده: انت بتعمل ايه؟ انت بتطلع الاكل من الارض كده؟ قال له: والله عشان بس القطط، علشان مش عارفه ايه، علشان مش عارفه ايه ما يخطفوش، والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. فمخبي الاكل بتاعه يعني تحت الارض. فقال له: انت ازاي يعني بتاكل الاكل كده؟ انت ازاي بتاكل الاكل كده وهو طالع من الارض وبتاع، وما انتش خايف على صحتك وما انتش خايف؟ قال له: الحمد لله على الصحه، ربنا مدينا الصحه وربنا بيسترها معانا ومش عارف ايه والحمد لله. فقال له: طب انا ممكن اعرض عليك عرض. قال له: عرض ايه يا بيه؟ قال له: انا لو قلت لك مثلا خد فلوسي دي كلها واديني صحتك. قال له: هعمل بيها ايه يا بيه؟ قال له: هتاخد الفلوس تتمتع بيها وتشتري اللي انت عايزه وتعمل بيها اللي انت عايزه. قال له: لا، مش هرضى، مش هوافق. قال له: ليه؟ قال له: ما انت معاك الفلوس اهو، وما انتش عارف تاكل اكله بسيطه جدا انا بجيبها يعني من مرتبي يعني. فالحكمه بقى من هنا انك انت ممكن تكون مالك حاجه معينه، لكن انت ما تقدرش تشتري حاجة معينة. وكان في حد كده على اليوتيوب من الناس اللي هم بيعملوا فيديوهات، كان بيقول في فيديو كده، كان بيقول عكس الكلام ده. بيقول ان ممكن حد من الناس يكون عنده كل حاجة. مفيش حاجة اسمها عنده كل حاجة، وربنا لما وزع الارزاق وزع الارزاق بالتساوي. ده زي ده. لكن انت عندك حاجة وانا عندي حاجة، طبعا كلنا عارفين الكلام ده ومؤمنين بيه. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. يعني في ناس ربنا بيفضلهم بالرزق عن ناس، لكن في الاخر هما الاتنين سواء. ده زي ده. اتعلم ان ربنا سبحانه وتعالى بيديك اللي يليق عليك واللي انت مهيأ ليه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى هيهيئ الناس ان هي تشوفه يوم القيامه، لكن دلوقتي ما حدش يقدر يشوفه. زي ما سيدنا موسى عليه السلام طلب من ربنا ان هو يشوفه، لما قال له ربنا: ارني انظر اليك، قال: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لما ربنا بص للجبل بس، الجبل اندك، سيدنا موسى اغمى عليه. ربنا سبحانه وتعالى محدش يقدر يشوفه دلوقتي، بس انت هتتهيأ يوم القيامه انك تشوفه. كذلك في الرزق، انت ما انتش مهيأ دلوقتي للحاجه الفلانيه دي، لكن انت لو فضلت بتسعى وبتجري وراها وبتعمل اللي عليك كله، فربنا اداها لك كان خير ليك، ما اداهالكش كان خير ليك برضه. فهو ده حسن الظن بالله والايمان بالقدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى، والرضا انك ترضى. في ناس تلاقيها عيشتها بسيطه جدا، بياكلوا على طبليه كده وطبق وكلهم يتخانقوا على الطبق وبتاع، بس تلاقيهم بيضحكوا مبسوطين وشبعوا والحمد لله. وناس يبقى قدامهم السفره طويله عريضه فيها اشكال والوان وكل ما لذ وطاب، بس ما لهمش نفس ياكلوا. اصحى. ما تنسوناش بقى في اشتراك ولايك. صلوا على النبي.